السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا في افضل حال. بصوا بقى معايا بكوباية من اللبن و3 كوبايات من الدقيق، عملت بريوش بالجبنة لذيذ جدا وسهل وخفيف زي الريشة. انا وانا ماسكة القطعة دي والله ما حاسة بيها من كتر ان هو هش وخفيف وبسيط. طبعا احنا متعودين على البريوش مسكر، بس المرة دي انا حبيت اعمله بالجبنة. كمان ممكن تعمليه سادة مش هيقول لا. بصوا شايفين جميل جدا وهيعجبك وهيعجب الاولاد وكل اللي هيجربوا ان شاء الله. مقاديرنا بسيطة جدا. في بولة هحط فيها كوباية من اللبن الدافي، عليهم ربع كوباية من الزيت، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة كبيرة من السكر، ورشة من الملح. هقلبهم كويس جدا لحد ما اتأكد ان الخميرة والسكر دابوا معايا. وبعد كده هنزل معايا بمقدار الدقيق كوباية كوباية. يعني اول حاجة ضفت كوباية، اقلبها كويس جدا لحد ما يختفي وما يبقاش فيه اي تكتلات. وبعد كده هنزل بالكوباية التانية زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. هبدأ بقى انزل بالكوباية التانية وهقلب برضو لحد ما الدقيق يختفي معايا تماما. واول ما المضرب بيتقل على ايدي انا بستغنى عنه، هنزل بس بالكوباية التالتة عشان ابدأ انضف المضرب بتاعي من اي عجين فيه. وهبدأ اشتغل بايدي عادي جدا. طبعا انت ممكن تحطي المقادير دي كلها مع بعض في الميكسر او العجان، هيوفر عليكي كتير، بس هو المقدار صغير ومش محتاج لا ميكسر ولا عجان. فانا بنضف المضرب بتاعي كويس جدا وبعد كده هبدأ أعجن أنا بإيدي. الأهم حاجة في المعجنات عشان تاخدي معجنات هشة وطرية لازم تعجنيها كويس، وتكون المقادير بتاعتك كويسة ومتجربة قبل كده. يعني الخميرة تكوني متجرباها قبل كده. ونوع الدقيق برضو اللي بتستعمليه المهم جدا يكون الدقيق استخراج 72. ده بيساعد ان المعجنات تعمل المطة معاكي وما تفرش معاكي في الصاج وتبقى تقيلة بعد المخبوزات، بعد ما بنخبزها في الفرن. فمهم جدا نختار مكونات كويسة. برضو نوع الزيت وطعمه بيختلف او بيفرق في الوصفة اللي معايا. خلاص هبدأ اعجن كويس جدا اهو. عجنتها، خدت بقى عجينة ناعمة فاتحة مطاطية. هسيبها بس تستريح معايا عشان الخميرة تشتغل معايا. هنا طبعا انا ممكن تسيبيها تستريح نص ساعة وتشتغلي فيها عادي جدا، بس انا بقى اتشغلت وكنت بعمل حاجات فسبتها تخمر براحتها. وهبدأ اشكلها. بصوا شايفين ما شاء الله الخميرة عاملة ازاي، بوريكم شكلها. تمام. مش لازم تديها التخميرة الكاملة، انت ممكن تسيبها تستريح شوية عشان ما تتعبناش في التقطيع والتشكيل. لكن انا هنا سبتها تخمر زي ما قلت عادي كده. كان في حاجة شغلاني وخلاص سبتها تخمر. فممكن دي معاكي ودي معاكي، حابة تخليها تخمر وتسيبيها تخمر دي معاكي، حابة تشتغلي فيها على طول بعد 5 دقايق او 10 دقايق مفيش مشاكل. كده هتنجح وكده هتنجح معاك ان شاء الله. هنا بقى هبدأ اشكلهم للقطع معايا. انا عملت المقدار ده ل9 قطع من الحجم اللي انتوا شايفينه. انت ممكن تصغري حجم القطع هيديكي قطع اكتر وحجمها اقل، وممكن تعملي قطع اكبر وحجمها يبقى صغير، حجمها يبقى كبير. تمام. فالتشكيل ده على حسب ذوقك وعلى حسب الحجم اللي انت محتاجاه او القطعة اللي انت محتاجاها. هنا هبدأ بالتشكيل بطريقة سهلة جدا. طبعا انا ما سبتهمش تخمر تاني، خلاص هبدأ اشتغل على طول. هجيب بقى رشة من الدقيق وهي ادهنها على السطح بتاعي، وهبدأ افردها فردة بسيطة زي ما انتوا شايفين كده اهو. يعني كده حوالي دايرة كده متساوية، مش شرط متساوية قوي، بس اهو دايرة بالحجم ده والسمك اللي انتوا شايفينه. خلاص. وهبدأ اعمل اقطعها 4 تربع بس ما اوصلش للنص عشان تبقى متماسكة في بعض. وابدأ احط الحشوة بتاعتي في النص. طبعا الحشوة بتاعتك اختياري. يعني لو عندك لحمة مفرومة تقدري تعملي بلحمة مفرومة متعصجة، تكون المهم الحشوة تكون مستوية. يعني ما تحطيش لحمة مفرومة نية، لأ، لازم الحشوة تكون مستوية عشان هي مش هتاخد معانا وقت في الفرن خالص. وهبدأ أشكلها بالمنظر اللي انتوا شايفينه. بصوا عملت وردة شكلها لذيذ جدا. هنا حبيت أوريكي الوردة الأولانية لازم تقفليها كويس جدا عشان لما هتيجي تخمر هتفك من بعضها. فلازم لما بتيجي تحطي القطع على بعض زي ما انت شفتي دلوقتي لازم تشبكيهم كويس في بعض عشان ما تفكش الوردة معانا. خلاص بصوا اهو زي علامة زائد بالظبط، بس ما بوصلش للنص.
شايفين؟ احط الحشوه بتاعتي بقى ايا كان، ممكن كمان تحطي مربى شوكولاته زي ما انت عايزه. وهقفل بقى، هاخد الجزء ده احاول اتني الجزء اللي من فوق بس تانية بسيطه، وبعد كده اروح واخده اللي قدامها، وهكذا لحد ما يعمل معايا الشكل اللي انتوا شايفينه. وبعد ما بعملها بالشكل ده مهم جدا اتاكد اني انا قفلتها كويس جدا. بعد ما شكلتها بالمنظر اللي انتوا شايفينه، هخلص بقى المقدار بقى بالمنظر ده. شايفين شكلهم حلو قوي. وهجيب الصينيه اللي هدخلها الفرن وادهنها دهنه بسيطه من الزيت، وابدا ارص الوحدات بتاعتي. طبعا لازم تسيبي مسافه بين كل قطعه والتانية عشان لسه هتخمر، وهي الحجم هيكبر معايا في الفرن، فما يدخلش بقى العجين على بعضه وبقى يغير لنا الشكل تماما. فسيبي مسافه بين كل قطعه والتانية، وإن شاء الله تطلع معاكي مظبوطة. بصوا هنا ده بحب أكد عليكم، واحدة قدام واحدة، وفي الآخر بقفل كله على بعضه. سهلة جدا بسيطة ولذيذة. كمان حابة تخلي الوصفة سادة برضو مش هتقول لأ. هنا بصوا عملتها بالمنظر ده. لازم اسيب مكان. هنا حطيت بس رشة بسيطة من الشبت، وده اختياري، ده على حسب ذوقك. لو مش بتحبيه تقدر تستغني عنه، ممكن تحطي حبة البركة، ممكن تحطي السمسم. وقبل ما بدخلهم الفرن بديها دهنة من الحليب او اللبن وادخلهم الفرن. طبعا انا سبتهم يخمروا بعد التشكيل، مش حطيتهم في الصينية او هدخلها الفرن، لا انا سبتهم يخمروا لحد ما تضاعف الحجم. وهدخلهم الفرن بقى على الرف اللي في النص لمدة حوالي تلت ساعة على درجة حرارة 200 لحد ما بياخدوا معايا لون بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. اول ما بيخرجوا لا اما بديهم رشة من بخاخة المية كده واغطيهم بفوطة، او بغطيهم بفوطة مبلولة، او بغطيهم بكيس بلاستيك وفيه فوطة. 3 طرق تنفع، و3 طرق تسهل عليك الموضوع، الاسهل لك تقدر تستعمليه. بعد ما بيخرجوا كده شوية وبسيبهم يهدوا، بديهم دهنة بسيطة كده من الزبدة. ده اختياري بس بتحل الشكل معايا كده وبتخلي اللون يختلف معايا. وممكن دهنة بسيطة من الزبدة او السمنة او الزيت اللي موجود عندك. هسيبهم بقى واقدمهم بألف هنا وشفا. هقولك شوية نصايح عشان ان شاء الله الوصفة تنجح معاكي. مهم جدا الحليب يكون دافي، عشان هو اللي بيخلي الخميرة تشتغل معايا، هي ومعلقة السكر. مهم جدا ان انت تخدمي العجين كويس جدا عشان ما يفرش معاكي في الصاج، وبدل ما بيخمر بالعرض لا يرتفع لفوق ويخمر بالطول. مهم جدا ان انتي نوع المقادير بتاعتك تكون انواع كويسة. دقيق استخراج 72، والزيت النوع كويس، والخميرة تكوني مجرباها قبل كده. خلاص. كمان التخمير ما تدخلهمش الفرن الا لما تتأكدي ان الحجم تضاعف معاكي عشان تنجح معاكي. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، وسلام عليكم.